السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عارف اللي في ناس ساعات بتشتكي من القصة بتاعت اللي أنا بتكلم وأنا في العربية، ولكن للأسف ده الوقت الوحيد اللي أنا بقدر أسجل فيه تقريبا. خليهم سامحوني بقى. شوية حاجات. أولا في كنت فيديو كنت عامله قبل كده عن الأب وحقوق الأب والحاجات دي، ورجاء ترجع تسمعه. تاني حاجة، الشخص اللي بيقول لك ترفع قضية على أبوك ده حاول ما تعرفوش تاني. مفيش حد بيقوي حد على أبوه، وإن فعل ما فعل يكون فيه خير. يعني ربنا عز وجل قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. مفيش واحد على خير يجي يقول لي ارفع قضية على أبوك، حتى لو أبويا ده يهودي. يعني لا يصح إلا الصحيح. ربنا عز وجل قال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يعني ده لو هو بيأمرك وبيجاهدك على الشرك. طبعا والدك ممكن كان فيه نوع من الظلم ونوع من العقوق، ولكن الله عز وجل أبدلك خيرا، والحمد لله عندك مكان بتشتغل، وعندك مكان بتقعد فيه، وعندك اللهم لك الحمد معافى في بدنك، بتقدر ان انت تدور على شغل وحاجات كتيره. فانظر انظر لما اتاك الله عز وجل من خير. ثالث حاجه، النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني انت ما مالك لابيك. طبعا العلماء لما اتكلموا قالوا يعني ما ياخدش الفلوس اللي يضرك بها، فابوك هو سبب وجودك في هذه الحياه الدنيا. فتقول لي يا عم انا ما كنتش عايز ابقى موجود، اقول لك لا يا عم، الله عز وجل لا يفعل لا امره كله خير. فاتى بك في هذه الدنيا تعمل قليلا جدا، ولو احسنت الله عز وجل يرزقك من كثير. جنات عرضها السماوات والارض، جنات عرضها السماوات والارض. الله عز وجل قال لك فمن عفا واصلح فاجره على الله. انت لو عفيت عن حد، فضلا عن اللي هو يكون ذا رحم والاب باب من ابواب الجنه، وانا بقول لك يا عم اللي هو يهودي يا عم بيحاربك في دينك، بيقول لك تشرك بالله، يا عم ما تطيعهوش، واعف عنه يا عم، واعف عن من ظلمك. لما ربنا عز وجل يقول فاجره على الله، فاجره على الله. شوف ربنا عز وجل قال كل عمل ابن ادم له الا الصوم فهو لي وانا اجزي به. فربنا عز وجل لما يبهم لك الجزاء ده معناه على العظم الكبير جدا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال كل احد كان له علينا يدا كافأناه بها ما خلا ابا بكر، فإن له يدا يكافئه الله بها عز وجل. فانت لما ربنا عز وجل يقول لك فمن عافى واصلح فاجره على الله، تعرف يعني اللي عظم الجزاء، فضلا اللي هو ابوك سبب مجيئك الى هنا. ده لو خد فلوسك اصلا، فاهم؟ فاللي حد يجي يقول لك ارفع عليه قضيه، حط صباعك في عينيه، قول له ما تقولش كده على ابويا يا اخي، ما تقولش كده على ابويا. حتى لو هو كان في مشاكل، الوالده رحمه الله عز وجل، الله عز وجل رحمها وتوفيت، انت احسن بقى، فاهم؟ واعفو عن من ظلمك. فانت تحسن، تقابل الاساءه دي بالاحسان. فلا، ما ترفعش قضيه عليه، وتحمد الله عز وجل اللي هو رزقك من فضله واشتغلت، لعل ده سبب سبحان الله وجودك مع جدتك وجدك، وليك مكان تقعد فيه وبتاكل وبتشرب، غيرك قاعد جليس ليس له احد. والله العظيم اعرف واحده عندها حاجه و60 سنه، ربنا رزقها واسلمت والست عندها حاجه و60 سنه ملهاش حد خالص 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 خالص، والله العظيم خالص، لغايه ايديها بتفضل تنزل صديد، وعامله فيها مركبه فيها اجهزه، وما بتعرفش تمشي ومش قادره تمشي. تروح تشتغل في البيوت عشان 200 جنيه في اليوم، 200 جنيه في اليوم 3 مرات في الاسبوع. فانت ايه عايز ايه؟ احمد ربنا عز وجل. واللي قال لك ترفع ايديك على قضيه على ابوك ده ما تعرفوش. كونه قال كده ده فان في نفسه خبث. حتى لو افترضنا اللي هو ابوك ظالم يا اخي، بقول لك ابوك يهودي يا عم بيامرك بالشرك، انت خلي نفسك افضل، ودايما خلي تصالح، خلي سبحان الله. يعني كان احد الشيوخ يقول لك يعني يتمنى المرء لو اتى يوم القيامه وقد ترك كل حقه الى يوم القيامه، فالميزان بالحسنات والسيئات. خلي يا عم الاجر هناك يا عم،
خلي الاجر هناك ونصفي نفسنا. لما نصفي نفسنا وما نحملش على ظهرنا كميه بغض وكميه كره وكميه بتاع، يا عم تحمد الله عز وجل على ما قام به. ويا عم ايه رابع حاجه، بر اباك. انت يا عم ربنا رزقك انت دلوقتي يمكن في حاجه افضل من اللي هو فيها، هو ممكن يبقى انسان سيء، انصحه في الله، بره. لما الرجل جاء، الصحابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال ان لي اقرباء اصلهم ويقطعوني ابرهم ويعقوني، قال ان كان مثل ما قلت فكانما تسفهم المل ولا زال معك من الله ظهير. فيا عم انت عايز حاجه من ربنا عز وجل، انت تريد الخير من الله عز وجل، فسيبك من امور الدنيا وسيبك من القضايا والفلوس. يا عم انت ربنا رزقك من فضله، وانصحك بالصحبه الصالحه. حد ممكن يجي يقول لي يا عم ما انت مش عارف ابوه عمل ايه. يا عم ابوه عمل اللي عمل، انت دلوقتي اللهم لك الحمد عايش حياه مستقره، عيش بهدوء. لما الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل عليكم رجل من اهل الجنه، فدخل الصحابي، فتاني يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم نفس القصه، وثالث يوم فيعني صحابي تبعه وبات معاه، فلم يجد له لا من كثره صيام ولا من كثره صلاة ولا من كثرة إنفاق، فقال له بما وصلت تلك المرأة؟ قال والله إن لي ليس كثرة صيام ولا صلاة ولا مش عارف إيه، ولكني لا أنام وفي قلبي لمسلم شيء. مش أبوك وأمك، مش أبوك وأمك اللي كانوا بيسعوا عليك وأنت صغير؟ بالتأكيد كان في حسنة على أبوك، حسنة واحدة. أمك اتجوزته بسبب الحسنة دي، واللهم لك الحمد يعني أنت أتيت، والمشاكل ما بتخلصش بين الازواج. فانت طلع دماغك من ده كله وبره، وحاول تبقى انت في حياتك ماشي تتقي الله عز وجل، قلبك صافي من كل حقد ومن كل غل، تقابل الاساءة بالاحسان وترجو الاجر من الله، الا ان يكون الامر دين. واحد يجي يأذيك في دينك، لا اقف له. واحد يجي يشن عليك في دينك، اقف له. فاهم؟ الدنيا خلي الدنيا بسيطه. وتاني ما تعرفش اللي قال لك ارفع قضيه على ابوك ده. يا عم ثم انت اللهم بارك بقيت شحط، عايز حاجه من ابوك ليه اصلا؟ ما تخليش لحد ليه فضل عليك، حتى لو استطعت ان لا يكون لابيك عليك فضل، وهو له فضل لا محاله، هو اتى بك الى هذه الدنيا. تمام؟ فافعل واستعن بالله عز وجل ولا تعجز، في كل ميسر لما خلق له. افرض نفسك يا عم مش مالكش اي حاجه، ما عندكش اي بتاع، عيش حياتك يا عم. الناس اللي بتروح الغربه ويشتغلوا خدامين وزبالين وبتاع عشان يعمل شيء ويعمل شيء ويكبر وبتاع، انت مش كده يا عم. انت ليك جد وجده ومكان تقعد فيه ولبس تلبسه ومكان وصحاب، والا صاحبك اللي قالك ارفع عليه على ابوك ده، واكل تاكل. احمد ربنا يا عم، الحمد لله. لا احنا في زلازل زي المغرب، ولا في فيضانات زي ليبيا، ولا في حروب زي في سوريا. ربنا يفك كرب الجميع. احمد ربنا عز وجل. احنا ما شفناش حاجه اصلا، ما شفناش حاجه. احمد ربنا عز وجل، استعن بالله عز وجل ولا تعجز، وحط هدفك قدام عينيك واسعى اليه، واكثر ما يقربك الى هدفك طاعه الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن كانت الاخره همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمه، ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. الدنيا بسيطة هادية، خدها بهدوء، والله عز وجل يؤجرك خيرا ويبدلك خيرا، ومن ترك شيئا لا يعوض الله خيرا شيئا خيرا. وبر أبوك، بر أبوك، بر أبوك، وسيب الواد اللي قال لك ارفع بيه على السلام عليكم.